بس خلي بالك ان في شعره صغيره جدا بين الرغبات وبين الاحتياجات. في مثلا ميكروباص او مشروع بالاسكندراني ممكن يأدي الغرض والدنيا تمشي، صاحبي تتهربد كده ويطلع عينك وبتتخنق من ريحه العرق اللي حواليك، ده غير طبعا المطبات واللي انت فجاه ممكن تلاقي نفسك راشق في الدركسيون عند السواق. انا اللي جابني هنا يا جماعه، هو في مطب جابك هنا، بس مش مشكله يعني، وانا عايش على طول مخلد في الدنيا، ده هم 50 60 سنه يعني، فنتحمل الموضوع ده، خليهم يعدوا على خير يا جماعه. لكن لا، انا كده اتصل باوبر او اخد تاكسي يعني، ادلع نفسي شويه. ويا سلام بقى لو انت كده قابض اول الشهر، تعرف الموظف اللي قابض اول الشهر تعرفه على طول كده، تلاقيه دايما كده واخد الكرسي اللي قدام مع السواق، باين عليه العز يا جماعه، باشا قاعد. صحيح بقيه الشهر طبعا بيكمل كده رابع ورا في الكنبه اللي في الاخر، بس الحمد لله برضه ماشيه مش مشكله يعني. المروحه مثلا ممكن تمشي الدنيا، لكن لا، انا جبت تكييف. صحيح فاتوره الكهرباء هتولع في اخر الشهر، بس انا جبت تكييف. في 2016 انا تكين استاذه في كليه هارفارد للاعمال، تقول ان اغلب الناس لما يجوا يشتروا حاجه كده مش مهمه وعايزين يلاقوا مبرر كده للحاجه دي، بحيث يقنعوا نفسهم كده ان الحاجه دي والله كانت مهمه، بيستخدموا حاجه كده اسمها الفانكشنال الالايز او الاعذار الوظيفيه. تلاقي نفسك مثلا كده اشتريت حاجه بتحبها، بس على الناحيه الثانيه تلاقي ضميرك بيأنبك عشان انت صرفت اخر 200 جنيه معاه، فانت بتبقى عايز تنيم ابن الصرمه ده اللي عمال يأنب فيك وينكد عليك.